ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ اخبار يا اجمل الكائنات. دي انا لفيتها الناحيه التانية زي ما قلت لكم. شو قطعت الجزء ده ولفيتها، ودلوقتي خلاص انا هقفل عليها. اوكي. وهحطها في المصفى، هصفيها وهاجي لكم تاني، استنوني. ازيكم؟ رجعت لكم يا اصدقائي، وبعد ما سلقنا الطريقه اللي وريتها لكم في ال- اللي هو الكرنب، ورق الكرنب. دلوقتي انا عملت ايه بقى؟ شلت العروق، قصيت العروق منها، بعدين قصيتها 3 كده، وخدت الورق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن يا عمرو تجيبهم لي؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا بسنت؟ بصي يا عمرو، دي هتصور لنا النهارده مع اصدقائنا، وهنشوف ادي طبعا الخلطه بتاعتي بعد ما بردت، وحطيت في الاخر. بصوا، اهم حاجه تركايه ان الخضره زي ما احنا شايفين، انا حاطه خضره هنا. الخضره اهي شبت بقدونس، كزبره خضره، بتتحط اخر حاجه عشان تبقى خضره. تمام، تبقى جميله كده، ولونها ما يتبلش. اوكي. فدي تركه لازم كنت اقول لكم عليها. وبعدين بنلف، شايفين؟ عمليه سهله جدا جدا. النهارده صاحبتي حبيبتي قالت لي هنعمل، بصوا الحله هنعمل كل ده الكميه دي يعني. قعدت تقول لي ده محشي بصوا يا جماعه، في اسرع حاجه شويه شوربه، بعد كده تحط عليها، تقعد تتسلق، نعلي عليها وبعدين نوطي زي ما بنعمل رز. والموضوع سهل وبسيط وخلصنا خلاص. عملت اسرع طريقه محشي، ولا خدنا يومين ولا هنقعد نعمل يا جماعه النهارده. لما اقعد اقول لحد هعمل محشي كرنب، تعالى نعمل محشي كرنب، عشان بحب الكرنب جدا على فكره. ده نمبر 1 اكتر من كمان الورق العنب. يقول لي يا نهار ابيض، محشي كرنب؟ لا 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 لا، ده شغلانه ومش شغلانه. اقول لهم شغلانه ايه ومش شغلانه ايه؟ دي عمليه سهله جدا وبسيطه، وزي ما انتوا شفتوا كده. هو فيها حاجه اساسا؟ ده كرنبايه هنسلقها شويه محشي، شويه رز وخلاص. ده اسهل من عمل المكرونه اساسا. فادخلوا المطبخ يا بنات، ده اللي اقصده بقى من الاخر. استسهلوا، ما تسمعوش الناس البنات اللي بتقعد تعقد وتقول لك الاكل صعب وعمايله صعب. اديكي شايفه اهو، احلى محشي بتتعمل اهو دلوقتي قدامكم. وطعمه ايه رايك يا عمرو فيه المره اللي فاتت؟ تمام يا بسنت. ده تاني مره ما اهو شاء الله. بعمله، هوريكم برضو بعد ما يستوي ان شاء الله. بس الجديد بقى التركه، انا في ناس بتحط بصل على وضحت لهم طريقة ان الورق المحشي يبقى سهل كده في الحلة لما يتسخن ولا ايه؟ لا لسه هوريها لهم دلوقتي. يا حطيتيه اعتقد مجرد حطيتيه في الحلة وسبتيه يسخن بس. ما وريتلكمش تقريبا، لا انا قلت لكم هعمل لكم تريكات. انا وريته لهم على طول التقطيع المره اللي فاتت، صح؟ وبعدين قلت لهم يعني حطيت قطعنا وايه، ووريناها لهم على طول. النهارده بقى بنوري لهم تركه اللف. شايفين اللف ازاي وكده؟ ما احنا قلنا، بس انت ده الورق ده عشان تجهزيه كده حطيتيه في الحلة وسخنتيه. سخناه الاول وبعدين طلعناه بردناه يسخن شويه. لمدة قد ايه؟ ميه يسخن، لا تقريبا بياخد يجي ربع ساعه، ممكن يعني اكتر شويه بس في انا. اي اضافات تضاف عليه ولا حاجة، ولا يتحط كده على انا طول؟ بحط كده، في ناس بتحط ملح وكمون مثلا. انا ما بحطش بصراحه لا كمون ولا اي حاجه، هو عشان الكرنبايه نفسها بتبقى طعمها حلو. زي دلوقتي مثلا كنت هحط بصل، تمام، بعدين قلت لا 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 على الخلطه، قلت لا لا. حتى الطماطم كنت هضربها انا بقى عشان ذواقه بقى، رحت قلت لا، انا هقطع الطماطم عادي كده واحط صلصه معاها، عشان تبقى بحب الرز بتاع المحشي يكون احمر، لونه احمر. وقلت مش هحط بصل عشان استمتع بطعم الكرنب، عشان الكرنب غير المحشي العادي بيبقى ليه مسكر كده، ليه طعم معين. فلو حطيت بصل زي مثلا المحشي العادي التاني يعني اوكي ماشي، بس لا، مش عايزه انا احس باي بصل في الموضوع. فالمره دي بقى ايه الخلطه دي اللي انا بقترحها عليكم، اللي هي تبقى ايه، رز وشبت وبقدونس والحاجات دي كلها وطماطم وصلصه بس، شويه ملح وخلاص، وزبده. انا عاملاها بالزبده مش بالزيت، يعني التشويحه، يعني تشويحه عليها ايه، زبده اوكراني. فبس كده. وزي ما انتوا شايفين نحط شويه اهو. بالظبط، اجيب لهم يا عمرو عشان اوريهم. بعد ما قطعنا الورق اهو، في ناس بقى بتقطع الورق ده بمليون طريقه. احلى طريقه اقولها لكم وانصحكم بيها، ان انتوا العروق اهي، شايفين العروق بتتقطع وبعدين بنقسمها. هوريكم مره، ملحقتش عشان عمرو كان بيعمل حاجه، ملحقتش نصور النهارده، صح؟ المره الجايه بقى اصور لكم ازاي بنقطع. بس مبدئيا اعتقد انت بنشيل العرق. اعتقد انت عامله الخلطه. العرق مكثف قوي، يعني كذا طبقه، 4 طبقات. اللي هي ايه؟ هل ممكن العرق يبقى خفيف عن كده شويه؟ الورقه دي. مم؟
لا هو كده مفيش اخف من كده، ده يا دوبك كده اهو بس في خلاص. بعض البنات اللي هم مثلا يعني لسه ما دخلوش على جواز يحسوا ان المحشي ده حاجة صعبة ان يقعدوا بالظبط. يعملوا محشية. يوه بس قبل كمان بقول، قبل بنوته لسه ما اتجوزتش، بقول لها هعمل محشي وعازماكي على محشي، قالت لي يا نهار ابيض ده انا كده يعني هروح بقى بالليل بقى، يعني هروح بكره بقى في بيت بقى. قلت لها مين ده يا بنتي، ده نص ساعه وهخلصهولك. قالت لي لا يمكن، لا يمكن، ده المحشي ده اصعب حاجه. قلت لها ده اسهل حاجه، وده اللي بقوله لكم بحاول اقوله لكم، فاهماني؟ هي بس ان احنا نلتزم بايه، بحاجات كده اللي احنا بنعملها كده وخلاص. الوقت بالنسبه لكم مفيش اسهل منه واسرع منه. بس شايفين يا جماعه؟ هل سؤال ايه رايك في ريحه المحشي حتى من غير ما جميلة لسه جدا. يستوي حتى يعني؟ سؤال، انت دلوقتي يا بسنت واحدة بتحبي المحشي، مم. هل بتحسي بمتعة كبيرة كده وانت بتجهزي المحشي على ايديكي واحدة واحدة، وبعد مثلا ما يتعمل كده ايه هتفترسيه كده واللي معاكي هيفترس ياكله؟ اه طبعا هل تصدق في متعة بقى. في عمايله اه واحدة واحدة كده؟ بالظبط. اللي مم. بيطبخ كمان بيطبخ بحب، والاهل بيته، وبيبقى فرحان ان هو هيستمتعوا باكله حلوه من ايديه، اللي هي ماما يعني ماما البيت زي كده. بالنسبه لها المامز يعني بالنسبه لهم دي فيها متعه، ان هي المتعة دي توفر اكله حلوه. بتشبهني كده بزمان لما كانوا ينزلوا أيام حروب السيوف، وينزل الغابة كده وفجأة يصطاد بقوس غزالة، وياخد الغزالة كده ويشويها على ايديه، ويا سلام على كمية اللحمة بقى اللي هياكلها برضو المحشي، كل ده على ايديه. بس أنا شايف كده إن المحشي ايوه ده كويس اهي، لسه كنت هيحتاج بقول عايزه اوريهم الطريقه. تلاتة بصوا أربعة. دي بعرق اهي، ماشي، فيها جزء عرق اهو. هوريكم التقطيع ازاي، دي مهمه قوي بالنسبه لي يا بنات، تعالوا ركزوا معايا. شايفين دي؟ هنيجي عند العرق، معلش يا عمرو تعالى لي شويه. هنيجي عند العرق هنقطعه اهو، هنرمي العرق خالص عشان اوريكم ازاي بنعمل. وبعدين هنيجي نبرم، بصوا بقى دي اهم تركية عشان نطلع الورق جميل كده. نبرم نبرم، ممكن تبقى اكبر من كده. وبعدين نقسم نصين، بصوا هيطلع الورق. بس ده طبعا ايه، الورقة دي ما كانتش حلوة قوي على فكرة، بس هي دي اهي اهي كده، شايفين؟ وبرده دي هتتعمل، مفيش حاجة انا بسيبها. حط خلطة الرز حبة. عملتيها ازاي يا بسنت؟ حطينا الأول قطعة زبدة، أي نوع زبدة أو سمنة أو زيت زي ما انتوا حابين. وبعدين بنحط الطماطم والصلصة بنشوحهم مع الزبدة، شوية ملح، شوية سكر عشان خاطر نعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وبعدين وبعدين بنشوح، بعد كده نجيب الرز وإيه ونقلب كله مع بعض، كويس في الحلة يتشرب دي. المية بتاعته شوية، وبعدين نقفل عليها تبرد خالص، وبعدين نحط عليها الخضرة بس. موضوع سهل جدا. طبعا على بركة الله. اه. ازيكم يا جماعة؟ عمرو فكر واتحمس جدا لما لقاني بعمل، فقال انا اوريكي بقى. بصي عمرو بقى لما يدخل في عمل لف المحشي، يعني انا عايز اساعد. فبص احنا عاملين حالة المحشي، فبدأ يقول لي انا عايز تعرف تبرمها كويس يا عمرو ولا الاخبار؟ اعرف ان شاء الله. جربت مع ماما، انت قلت بصي لي يا قبل بسنت، كده. انا هعمل صوابع محشي كده، اللي هيجي هياكلها وهو الصباع بتاعي اللي انا عامل فيها محشي هيقول اه الصوابع دي عمرو اللي عاملها. اشمعنى؟ هتسألوني ليه؟ هتعرفوا لما تتعمل كنت تيجي تاكلوها بإذن الله. هتبقى حلوة ولا وحشة؟ لا حلو زي العسل. حلو ان شاء الله. هو في الحقيقة يعني ايه، انا حبيت اشارك بسنت في عمل المحشي، حبيبي. وتشجيعا برضو للرجالة ان هم يساعدوا زوجاتهم في المطبخ في الاوقات اللي هي الفضاء. زي فانا قدوة بالرسول قلت عليه الصلاة والسلام. اجرب، لان بصراحة اللي انا شايفه في المحشي ده اعتقد محتاج 3 مع بعض يعملوه. اه حبة الصوابع، حلوة ايه. يعني الخباز اللي بيخبز عيش يقعد يخبز عيش للمنطقة كلها، طبعا بيسرح حركته تك 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 تك، يعمل رغيف رغيف. فانا حتى يعني ايه، انا بعد الفيديو ده ممكن ايه اقوم انا وبسنت قاعد عامل معاها في صوابع محشي، فطبعا السرعة هتتضاعف، صح. يكون في اوقات فراغ. وانا هقعد احشي معاك ونقفل. برافو عليك يا عمرو، والله عامله حلو قوي، تسلم ايدك. الحمد لله. انا كان ليا مغامرات، عملت اكل قبل كده يعني غير صوابع المحشي قبل كده. ايه اكتر نجحت عملت اكله فيها؟ عملت بابا غنوج، عملت صينية بطاطس بالفراخ، حلو.
حاجات لي الاكلات دي. حمرت فراخ بانيه. طبعا البيض اجي اعمله مثلا، اعمل لي ما يقلش عن 10 اصناف من البيض. حلو قوي. اه. عملت برضو ايه قبل كده، عملت كبده وسجق. اعمل كبده وسجق زي سندوتشات كبده والسجق، انت قلت لي كده انت الشاورما، شاب الحاجات دي. لسه في الجامعه تقريبا، في مشروع عملته اكل كانت في مغامره، امبابه، عملتها انا وواحد صاحبي مغامره. كده. عملنا اكل كبده وسجق، مطعم كبده وسجق. قعدت فتره كده فيها بعمل كبده وسجق، والناس كانت بتاكل منها برضه. انا بحب الاكل اهو. مم. هنا طبعا اهو صوابع المحشي، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا طبعا. اهوت. تسلم ايدك بجد يا عم. أهو. هقفل معايا دلوقتي وهكمل عمله. ماشي. يا جماعه ازيكم، اخباركم ايه؟ بصوا الطريقه الحلوه دي، حله كبيره فعملت لها حركه البخار دي، ايه رايكم؟ دي فكرتي بصراحه. بصوا بقى، بصوا ده شكلها، وادي الوزه وبيستوي، عاملاها بشوربه اللحمه. لحمه تحفه بصراحه، جايباها كندوز جميله جدا اهي. في الحله التانية اوريها لكم برضو، دي قطعه من قطع اللحمه، انا خدت يعني حطيتها بره، فدي قطعه ودي الشوربه بتاعتها. مش عايزه اقول لكم جميله ازاي ومسلوقه بس. ودي طريقه السلق.